اهلا بيكم في واحده من ألذ واغرب القرى اللي ممكن تشوفها في حياتك، وحاجه كده جنب امستردام على طول. ممنوع فيها العربيات وما فيهاش شوارع، وتقدر تمشي فيها بالمراكب وبالعجل وعلى رجلك بس. خلي بالك انا سايق المركب عشان كده موطي، بس يعني اللي انا بعمله ده اكيد مش حاجه صح. ممكن على الطريق تلاقي مطاعم، تركن المركب بتاعك، تنزل تاكل تشرب تتمشى زي ستي كده، تتفسح تتبسط. وفي واحد قاعد عايش في عالم اخر، تاخد مساج من الهواء. حرامي. وصلنا هولندا، بلد البط والبطاطس والبقر والجبنة، بلد الطواحين الهولندية. اهلا بيكم في واحده من اشهر المدن الاوروبيه. احنا هنا في هولندا في امستردام. هي هولندا دي بالنسبه لي كلها يعني بحسها كده كرتونيه. الارض طبعا ما عندهمش هنا تراب، ما عرفوش يعني ايه تراب. البيوت شكلها نظيف وحلو، حاجه كده مريحه للاعصاب. هولندا مشهورة بالأراضي الزراعية، كل مكان هتروحه حواليك أخضر في كل مكان، نقدر نقول عليهم فلاحين أوروبا. اديني السمكه النيه بتاعتي. بس أشهر مدينة في هولندا هي أمستردام، وعلى الأغلب كل الناس بتروح عليها. في فيديو النهاردة قررنا إن احنا أول ما نوصل على أمستردام نمشي ونسيبها عشان نروح ألذ وأجمل قرى حوالين أمستردام. اجواء اوروبيه، شايف اوروبا. امستردام يعني ممكن يبقى فيه سمعه وحشه عليها، ولكن السمعه الوحشه دي كلها متمركزه في حي من احياء امستردام. ولكن امستردام الطبيعه فيها جميله جدا. تطلع بره امستردام بتلت ساعه بنص ساعه تروح حتت حلوه قوي. اللي جنبنا ده نهر الامستل او فرع من نهر الامستل، ونهر الامستل هو اللي اتسمى عليه اسم المدينه اللي احنا موجودين فيها دي، لان هم عملوا زي سد فيه. فالسد ده هو اللي كون الاراضي اللي احنا ماشيين عليها. يعني هم طريقه بنى المدينه دي ان هم عملوا سد وكانوا بيفرغوا الميه فالارض تظهر ويزرعوها. ومع الوقت طبعا الزراعه بقت بنى وبقت كلها عمارات وحاجات حلوه كده. وطول ما انت ماشي هتلاقي بط حواليك في الميه في كل حته، وناس كتير قوي عندها المراكب بتاعتها، لان القنوات دي موجوده في كل حته في المدينه. مش هقول بقى اغلب الشوارع، ولكن كل الشوارع. شايفين شارع هنا اهو، هنا وهنا، والحاره اللي موجوده دي حاره العجل. فطول ما انت ماشي في امستردام في حاره للعجل، لازم تبقى واخد بالك. بص الراجل جاي بسرعه جدا، لو انا واقف هنا يعني ممكن نعمل حادثه عادي جدا. حتى ان انت تكون انت سايق عجله دي حاجه بتحتاج وقت عشان تتعود عليها، لان العجل هنا بيمشي بسرعه جدا. هو وسيله المواصلات الاساسيه تقريبا. ليهم مكان يعدوا منه، ليهم كوبري. يعني حتى على الكوبري ده مثلا عجل بس، ما ينفعش عربيات تمشي على الكوبري ده. حتى لو الطرق فاضيه العجله هتوصل اسرع من العربيه على الاقل. انا دلوقتي في بارك او حديقه اسمها اوستر بارك، وهي من واحده من الحدائق المشهوره. انا جيت فيها بالصدفه لان انا يعني ساكن هنا اصلا في الهوستل اللي انا واخده اسمه جنريتور، وهي كلها اشجار وبرك مياه وبط وابو قردان. ممكن تبقى ماشي عادي وحد تلاقيه راح جاي داخل فيك بالعجله عادي، وهو حقه عشان ده الطريق، يعني فاهم؟ انت لو اتخبطت دي العجل هنا كله بيمشي بسرعه قوي. زي ما انت شايف اهو. لو تضربه بقى بص. في العادي العجل ايه، الراجل بيبقى سايق العجله وانت معدي قدامه فيهدي وانت تهديله. هو هنا بيبقى ماشي بسرعه. هو البرايورتي عامه العجل طول الوقت. هم ليهم البرايورتي في اي حته. يعني ممكن تلاقي ماشي في حته فيها الترام وفي العجل وفي الناس وفي حصينه ساعات واتوبيس وملاكي وكله ماشي مع بعضه. الله. في السنتر في كده. بس هو الحلو اللي عندهم هنا في الباركس ان هم تلاقي مثلا في كل حته في حاجات رياضيه، تلاقي مثلا في ملاعب باسكت. فطول ما انت بتتمشى في البارك هتلاقي في اماكن ناس تلعب فيها، اماكن للعجل، ناس بتجري بالعجل، ناس بتجري بالباتيناج، ناس بتجري على رجليها. الله يا بلادنا الله. رياض طبعا. سامح صديقي من ايام المدرسه، وانا ماشي في الشارع كده لقيته بالصدفه. المكان اللي انا قاعد فيه ده اسمه جنريتور، وانا دايما لما بروح اوروبا في اي عاصمه بلاقيه موجود. ليهم افرع، ليهم 15 فرع في العالم، ودايما بيبقوا في حته حلوه قوي في وسط البلد، واسعارهم لذيذه. وفي طبعا هوستل يعني في الغرف اللي هي بتاعت الشباب 6 افراد مثلا 8 افراد، او ان انت تاخد غرفه لوحدك. فانا عامل كده، معايا واحد صاحبي واخدين غرفه احنا الاثنين. كل اللي وراك عجله اهو. انا دخلت على فكره عادي واحد من جوه اللي يفتح لي بعد اذنك. هستناك هنا. ها تيجي افرجك على الاوضه. بص هنا في حاجه شكلها غريب. محاضرات مكان الاكل تقريبا. الناس بيذاكروا فيها يعني ولا ايه؟ لا ممكن مثلا تلاقي حد عاملين محاضره، والله يا جماعه احنا هنخرج نروح من الحته دي نروح المكان الفلاني. الصيف ده مش مقاسك يا دوبك، ما انت الاخر طويل، انت هتعمل عاملين كل قسم
ليه باب لوحده. البتاع ده كل ما اروح بلد اصوره، عمري ما نزلت الحته دي في الفيديو. اتفضل. والسرير ده بيتحرك، يعني ممكن تزق السرير كده عشان يبقوا الاثنين سرير واحد، او تسحبهم من المجرى ده يبقوا سريرين. وبصين على البارك، سعره 100 في اليوم. حلو جدا. صح؟ حلو جدا. للاثنين لفردين اهو. حلو فحت. طب دلوقتي يا سامح انا ملاحظ ملاحظه ان مفيش حد ماشي في الشارع غيرنا. احنا عشان مش في السنتر، احنا ده كله احنا بره السنتر، يعني كده احنا داخلين على السنتر. الحته دي هنا هتلاقي كافيهات وناس وبتاع. الساعه دلوقتي تقريبا 8:30 بالليل، او مش يعني المغرب يعني، بس هو هنا الدنيا بتليل متاخر شويه. النهارده الاثنين يعني ايه؟ انت في وسط اسبوع يعني يوم شغل، مش يوم ويك اند او حاجه. تعالى في الويك اند الدنيا مقفوله يعني. بص شايفين الشنكل هوك كده، في هوك. بص واحد هنا اهو، في واحد هنا، في واحد في كل دور، في واحد في كل شقه، في واحد. كانوا بيستعملوها عشان كان في من الاماكن دي كتير محلات، فكانوا بيرفعوا لو في بضايع محتاج يرفعوها، او لو الناس ساكنه يرفعوا العفش والكلام ده. لسه لحد دلوقتي على فكره بيعملوا كده، لو حد بينقل تلاقيه معلق على البتاعه دي في مكنه كده وبتشد الحاجه لفوق. عربيات صغيره هنا برضو مفضله طبعا، دي تقريبا يعني عربيه صغيره قوي، بس طول ما انت ماشي هتشوف عربيات صغيره. ليه؟ علشان الشوارع الضيقه والباركنجز القليله، فالعربيه الصغيره بتكون سهله الاستخدام. عربيه يا دوب تاخد شخصين، هي تاخد شخصين، بس هي عربيه صغيره جدا. عارف بقى يعني ايه ده نيذرلاند؟ بلاد الواطي. ليه؟ بلاد الواطي. هي واطيه فعلا. هي البلد دي مستواها اقل من مستوى البحر، عشان كده مسمينها الاراضي الواطيه او المنخفضه ده نيذرلاند. احنا مسمينها هولندا، وهتفضل بالنسبه لنا هولندا. في اماكن جوه بقى نيذرلاند هي اللي اسمها هولند الشماليه والجنوبيه، ولكن احنا الدول العربيه كلها بنقول عليها هولندا. صباح الخير. اليوم الثاني من امستردام او في هولندا. صحينا الصبح علشان نروح على قرية مختلفة جدا بالنسبة لأغلب الأماكن اللي موجودة هنا. عامة يعني امستردام الناس بتيجي تتفسح فيها وتتبسط فيها، وفي بالقطر أو بالترام تطلع لحتت جنبها. احنا بقى رايحين بالعربية ومتدلعين علشان معانا حسن بيه، راجل طبعا يوتيوبر موجود في فرنسا. فبالصدفة وأنا ماشي في امستردام كده عفلت فيه. لا يعني هو جايب العربيه من فرنسا لغايه امستردام عشان نتقابل، وهنقضي مع بعض الايام القادمه. وبعد كده واحنا راجعين ان شاء الله نعدي على بلجيكا ونعدي على فرنسا. بنزين كام عندكم هنا؟ بنزين ب 2 يورو 10. بنزين 95 ب 2 يورو و14 سنت، معدي 100 وشويه جنيه. اللتر كده ب 110 جنيه، بس ما بتحسبش كده يا صاحبي. دلوقتي خلاص داخلين على قريه اهي اسمها خيث هورن. هنا حرف الجي بيتنطق خ او خ كده فيها ه، فهي اسمها تتكتب جيث هورن ولكن بتتنطق خيث هورن، وهي معناها قرون الماعز. الكوبري اللي قدامنا بيترفع اهو علشان في مراكب بتعدي. احنا دلوقتي هنا ودي القريه اللي احنا رايحينها خيث هورن، وميه بقى حوالينا في كل مكان. فالمنطقه دي مثلا في مركب بيعدي، فالكوبري بيفتح علشان المركب تعدي، بعدين الكوبري يقفل واحنا نعدي ونروح للقريه بقى. اللي هتلاقوا القريه نفسها عباره عن جزر كتير جدا متجمعه في حته واحده. القناه دي موجوده وداخله جوه البيوت ناحيه الشمال، واحنا بقى داخلين ناحيه اليمين. خيث هورن فيليج. احنا كده وصلنا عند القريه. المكان ده كده زي باركينج، الناس بتيجي تركن فيه عربياتها. كلمتهم هنا في القريه، وصلت لحد من جوه القريه عشان نفهم اكتر ونشوف اصلا لو حد جاي من امستردام في مواصلات الناس تيجي هنا ازاي، ايه اللي ممكن يتعمل في قريه زي دي. Hello. Hi, how are you? I'm okay. Chris is here? How was the trip? It's me. You work as influencer? Yeah. Okay. Actually, I used to be an engineer, civil Okay. engineer, for like 10 years. Then I quit my job and became like a full-time YouTuber. How you pronounce the village name? The village name, Giethoorn. Giethoorn. Giethoorn, yeah. Giethoorn. And it means goat horns. I'll show you on the flag. اول حاجه بنعملها لما نيجي هنا ان احنا نيجي عند الكيو ار كود ده. ماشي ولا لازم تبقى صوره. بص الناس دلوقتي لسه راجعين اهو بالمركب، ينزلوا بقى ايه، ممكن ياخدوا جوله على رجليهم.
في كذا نوع مراكب. ده نوع مركب بياخد 5 افراد، التاني بياخد ماكسيموم 7، في واحد بياخد ماكسيموم 10. فعلى حسب انتوا كام فرد. ممكن كمان في مركب كبير قوي لو انت مش عايز تسوق بقى مركب كبير. الاحلى طبعا والامتع ان انت تسوق المركب بتاعك بنفسك. فاحنا هناخد المركب الكبير ده نسوقه، وهناخده ساعه زي ما عملنا كده. نزلنا الابلكيشن، فالابلكيشن ده مبين لنا الروت اللي احنا هنمشي عليه، وهم عاملين كذا روت. ففي طريق ممكن ياخد ساعه، طريق بياخد ساعه ونص، طريق بياخد ساعتين على حسب اللي انت عايزه. وقال لي كمان انت ممكن تقف في اي حته عايز تقف فيها، اقف وانزل اتمشى براحتك. فخلونا ناخد المركب وننطلق. اختبار المركب، لا في توازن. بس المركب هنا سهل جدا. دي تخليه يمشي قدام، ودي توقف، ودي يرجع ورا وتسوق. تالنتد. المركب التحويدات بتاعته امان. ايوه تيت. انا حاسس المركب سريع شويه. معانا احد السياح هنا اللي بنلف بيه. هو مفيش سرعات في المركب ده. القريه دي في الاصل هي قريه زراعيه، ولكن دلوقتي بقى شغلهم الاساسي هو السياحه. الشكل اللي احنا شايفينه ده مش موجود في هولندا. هو بيقول لي في اوروبا، يعني الناحيه دي في اوروبا كلها مفيش قريه شبه كده، وفي هولندا مفيش قريه شبه كده. ده اكيد فيها 167 كوبري من الكباري اللي احنا عاملين نعدي تحتيها. دي الكباري الخشبيه عشان الناس تعدي على رجليها، وعلشان تربط القريه ببعضها. 7 اشخاص ب 70 يورو، يعني الشخص ب 10 يورو اللي هو يعني ولا حاجه. فهي تعتبر رحله لذيذه جدا. يعني انت دي فسحه ب 10 يورو لو انتوا جروب مع بعض. العيب الوحيد في القريه دي هي المواصلات، لان انت لو عايز تيجي مواصلات عاديه الطريق هياخد منك 2.5 ساعات من امستردام، لان انت هتضطر تركب قطر وبعد كده تركب اتوبيس. ولكن بالعربيه الموضوع سهل، 1.5 ساعة تكون موجود في هذه القريه. هنخبط فامسك نفسك. مثلا هنا في مطعم اهو من المطاعم، فانت ممكن تركن زي ما حد راكن هنا. ممكن نشوف السلم اللي بعده مثلا نركن ونروح على المطعم. القريه اللي احنا موجودين فيها دي ما كانتش كده، يعني هي ما كانتش كده بالطبيعه، ولكن هي اتعملت تقريبا من 900 سنه. اتحفرت. كل اللي احنا فيه ده اتحفر. هي كانت مستنقعات صغيره قوي، وهم حفروها وكبروها عشان يدخلوا الميه اللي جايه من البحيرات اللي موجوده بره، ودخلت هنا. ولما حفروها لقوا جواها قرون ماعز، وعشان كده سموها خيت هورن. خيت هورن يعني قرن الماعز، لان هم لقوا قرون ماعز كتير موجوده في التراب بتاعها لما شالوها وبس. فهي اتعملت واتبنت بالشكل اللي احنا فيه ده. وعلى فكره هنا في اوتيلات، يعني انت ممكن تيجي تقعد هنا يومين مثلا 3 براحتك. طبعا يعني انا شايف ان حاجه زي دي ممكن تقعد فيها يوم مش اكتر من كده، وتبات فيها. مثلا لو هتبات فيها تبات ليله واحده برضو. في ناس مثلا هناك اهو طالعين بالشنط بتاعتهم بعد ما خلصوا وراجعين. والمركب ده شكل المراكب اللي كانوا بيركبوها زمان، لان عمق الميه هنا تقريبا 1 متر بس، وبالعصيان كده زي عارف الملاحات او المستنقعات عامه دايما بيمشوا فيها بمراكب زي كده. بيبقى مراكب صغيره او طويله دي، وفيها عصايه بيزقوا بيها المركب. يعني لو حد بيخاف من الميه ما تخافش، هنا مش هتغرق. انت لو نزلت هنا برجلك هتبقى واقف. تحس انت عينيك نزل عليها فلتر، وشايف الالوان كلها صافيه واعصابك هاديه. وده بقى اصبح مصدر دخل رئيسي للمدينه دي او للقريه دي بالكامل، لان بيجي لها سياح من كل حته في العالم. تركن المركب بتاعك وتنزل تتمشى. الوان حواليك، كل الالوان اللي ممكن تتخيلها. في مكان للكامبينج، في مكان زي اوتيل صغير، في كمان لوكسجري بوتس. فلو انت بقى واحد بتحب المناظر واللاندسكيبس وشكل البيوت مع مناظر الطبيعه والميه، يعني كل زاويه بنقف فيها بنقف نصور صور، لان المناظر هنا كلها رهيبه، حاجه ما تتشبعش منها. فاهم؟ في كل منظر الوان وطبيعه والدنيا صافيه كده، رهيب. في ناس قاعدين ورايا هنا من اهل المكان، هم قاعدين بيستجموا وبيشموا هوا، مش متضايقين من السياح. لسه المكان ما اتزحمش لدرجه ان هم يتضايقوا مننا. حتى وانا بالمركب مثلا بحاول اركب وبحاول الف مش عارف مثلا بتلخبط ولا حاجه، ما حدش متضايق مني، يعني عادي بيسلموا عليك ومبسوطين الدنيا جميله. يعني هو ده تقريبا من اكبر الشوارع اللي جوه القريه. شارع صغير جدا، لان هو من الاخر للمشاة والكباري للمشاة. في العادي وانت ماشي جوه القريه هتلاقي في كباري محطوط عليها يافطه ان انت ما تدخلش، عشان ده مكان بتاع بيت حد مثلا او مكان خاص مش مفتوح للناس. ولكن هنا ده محل
فينفع ندخل عادي ونتفسح جواه. طبعا في شويه حاجات كده مشهورين في هولندا زي التيوليب. الزهر التيوليب ده مشهور جدا، في مزارع كبيره جدا بيه، بس ده معمول من الخشب تقريبا، حاجه يعني ديكور كده بتتحط. والجزمه دي برضو من اشهر الحاجات، لان الجزمه دي بتبقى قويه معموله من الخشب. لم تخني الذاكره المزارعين كانوا بيلبسوها علشان كانوا بيقفوا في الميه كتير، او كانوا بيقفوا في حاجه كتير مش فاكر ايه، بس هي معموله قويه عشان كده، يعني ان هم بيبقوا لابسينها وهم بيشتغلوا. الاجواء اللي انا فيها دي الصراحه فكرتني بفيديو سويسرا، عشان هناك كان نفس الكلام كده، هدوء وصوت الطبيعه حواليك وجو تحس ان انت بتشم جو نظيف، جو صافي قوي. وبرغم المطره اللي حصلت، ولكن يعني دلوقتي خلاص مفيش دوشه غير البنت اللي بتعيط دي. اهلا بيكم في فولندام. فولندام هي قريه صغيره قريبه من امستردام، تقريبا 25 دقيقه، ينفع تجي لها بالمواصلات بسهوله جدا، ممكن تكلفك تقريبا 6-7 يورو، واحنا جينا بالعربيه عشان احنا معانا عربيه. هنا قريه بتاعت صيادين، مشهوره بالصيد، مشهوره بالبحر، تطلع على البحر تاكل اكله لذيذه. في اكلات سمك كده يعني حلوه هنا ممكن تاكلها، اكله اسمها الهارنج، في سمك مقلي، في كمان اكله تانية، وفي شكل البيوت اللذيذ ده. بصوا البيوت هنا كلها تحسوها كده ايه يعني كرتونيه نوعا ما. احنا ركننا العربيه في منطقه سكنيه، وفي النص هنا في جنينه صغيره الاطفال بيلعبوا، وناس راكبه عجل وناس بتتفسح. هنتمشى 5 دقايق نوصل للبحر. حسن طبعا لسه معانا، وجالنا ضيف جديد عبد الله، راجل عايش في هولندا. انت مولود في هولندا ولا عايش في هولندا؟ عايش في هولندا من 10 سنين. من 10 سنين. هولندا حلوه؟ جنة جميله؟ صارت اجمل اللي انتوا جيتوا عليها. الله هو ده الكلام. كده الكلام حلو. البيوت هنا شكلها لذيذ جدا جدا. بص الكباري، انت هنا دي بيوت عاديه على فكره، مش حاجه سياحيه يعني، وكباري كده صغيره عشان تعدي قنوات المايه اللي موجوده، حاجه لذيذه قوي. فعامه انت لو جاي امستردام، بدل ما تقعد في امستردام طول الوقت وتحس ان انت كل يوم بتعمل نفس الحاجه، انت ممكن كل يوم تروح مكان جديد، وممكن في اليوم تروح كذا مكان. يعني فولندام دي مثلا صغيره شويه، فممكن تيجي فولندام تقعد فيها شويه، وبعدين تروح طالع على المدينه اللي بعدها زي ما احنا هنعمل النهارده. اللي احنا رحناها قبل كده اللي هي خيت هورن، دي الناحيه الثانيه خالص، فدي محتاجه يوم لوحدها عشان هي 1.5 ساعة من امستردام، وفي جهه عكس الاماكن اللي احنا فيها دلوقتي. الناس هنا في فولندام مزاجهم عالي، يعني كل الناس حاطين ورود في كل حته طول ما انت ماشي، يعني دي كل واحد قدام بيته عامل الحاجه دي، فاهمين؟ شوف مثلا الراجل ده عامل الجرس بتاعه، جرس تقليدي عادي جدا تمسكه وتهزه، بس احنا مش هنجربه دلوقتي عشان ما يطلع لناش. فكل واحد قدام البيت بتاعه حاطط ورود بالوان مختلفه. الناس هنا حاطين بينك، والناس هنا حاطين ورود بنفسجي، ومستخدمين العلبه بتاعه اللبن عاملينها قصريه زرع. جينا عند الزحمه، يبقى احنا كده في المكان الصح. حاجه من الحاجات اللي الناس تيجي تعملها هنا ان هي تدخل تلبس اللبس التقليدي الهولندي وتتصور بيه صور تذكاريه. وانا بدور على المدينه دي كان مكتوب ان دي حاجه مشهوره قوي الناس بتعملها هنا. زي ما احنا عارفين يعني ان هولندا هنا صناعه الجبنه فيها حاجه مهمه جدا، ولدرجه انها بقت سياحيه ان انت تروح تشوف الجبنه بتتعمل ازاي. انا بقى هعمل لكم ان شاء الله فيديو كامل من مزرعه تقليديه بتعمل جبنه بطريقه تقليديه، ولكن انتوا لو جيتوا هنا تقدروا تخشوا محل زي ده تشوفوا انواع الجبن المختلفه، تقدروا تدوقوها فور فري، وكمان بيعملوا شو بيعرفوكوا ازاي الجبنه بتتعمل، فتقدروا تحضروا الشو ده او تخشوا تدوقوا الجبنه وتشتروا منها. دلوقتي كده طلعنا بين العمارات، وصلنا عند الميه او البحر. في برضو هنا تور مشهوره، ناس بتركب المركب. المطاعم طبعا اللي هنا دي ممكن ناكل فيها الاكلات المشهوره السمكيه، وفي القبقاب المشهوره الكلوجز. عايز اعرف هو بكام الصراحه. ده مقاس 41 30 يورو، الصغير ده ب 30 يورو، بس يعمل دوشه جامده قوي لو انت بتتمشى بيه. ايه نوع السمك المشهور الغريب اللي هنا؟ اكثر سمك مشهور هون هو الكيبلينج والهارينج فيس. الهارينج فيس هو بيجي ني، بيجي قطعتين وله طريقه للاكل، بترفعه لفوق وتبلعه. ايوه تبلعه بلا. بس ده الهارينج؟ هذا الهارينج فيس. والهارينج ده بيبقى ايه معمول بالملح ولا فريش ولا لا فريش، بيجي فريش، مو وني ني تمام. الله. بيجي معه
قطع بصل صغيره مثل الزلمه اللي عم ياكل. ده كده زي السوشي بتاعه. ايوه هو ده الهارنج، السمكه اهي من غير راسها، تاخدها زي ما هي. الهارنج ده سمك فريش وبيتملح تمليح بسيط جدا بس ما بيبقاش مدخن. مش في ناس بتفكره زي الرنجه، الرنجه عندنا بتكون مدخنه ومملحه او مدخنه بس، فده الفرق ما بينهم. So the herring you sell it by piece. هناخد 3 صح؟ تاخد؟ Okay, we'll take 3. Yes. And you put them on the side. The pickles and you put them on the side, right? Thank you. Yeah, we'll take 1 plate of Kiplings. 1 plate Kibling, small, medium, or large. Medium. استنى مش هينفع. لا والله لا معلش. Enjoy. عبد الله انت كده بتهزقنا. لا بالعكس نحن عم نصير انتم ضيوف نفس تدفعوا. حبيبي والله. نعزمك احنا في سانشيز 5. اديني السمكه النيه بتاعتي. يا جماعه الصراحه يعني الموضوع مش عارف انتوا شايفينه شكله لطيف ولا لا، بس انا اصلا باكل سوشي يعني، فاكيد دي احلى من السوشي لان هي عليها ملح، او يعني مش بقول احلى بس هي مقبوله، قصدي مش حاجه يعني صعبه قوي يعني. هتحط عليها حاجه ولا هي زي ما هي كده؟ يعني ولا بصل ولا اي حاجه؟ البصل بتاكله بعدين. اوكي مسكوها هيك بتحطوها بالبصل. الله. بسم الله. هارنج؟ والله يعني حلو، هو ده الطريقه الترندي علشان تاكل الهارنج. بيقول لك لو سمحت ما تاكلش الطيور. اصلا لو رفعت ايدك زياده شويه وانت بتاكلها تروح خطفها منك. ماسكه سمكه نيه، انا حاسس ان انا ماسك سمك عند الراجل بتاع السمك. وهوبا هوبا. قلت لك لو رفعت حرامي امشي يا قلت لك لو رفعت ايدك شويه هتيجي عليك، بس انا ما تخافش انها هتيجي، انا كنت بقولها كده بتوقع يعني. هي بقتش عارف امسكها. حلو. في هنا شويه بهارات وفي ملح وفي عصير ليمون وفلفل. لو انت مش متقبل يعني تاكلها ساده كده ممكن تحط عليها شويه اضافات. هي الهانج عامه ما بتتاكلش كده زي ما تطلع من البحر على طول، يعني في شويه تظبيطات. هو الراجل ايه بياخد السمكيه يشيل القشره بتاعتها، يشيل الجوانب بتاعتها، يشيل الشوك التقيل اللي في النص، بيفضل بس شويه شوك في الاخر عشان تبقى ماسكه السمكه نفسها وتقدر تمسكها من ديلها وانت بتاكلها. هي بتتحط في المحلول اللي هو المملح ده، ياخدها يروح منضفها وبعد كده يديها لنا نظبطها. السمكه دي طبعا طازه جدا جدا جدا، سمكه نيه. الله. ممكن بقى ناخد شويه مخلل. ده نوع اسمه كيبلينج وعلى الاغلب بيتقدم كده ان هو بيكون مقلي، واحنا جبناه مع صوص التراتار. يا سيو الله. سمك مقلي. يعني سمك فيليه مقلي حلو طبعا، بس عادي يعني زي اللي عندنا. يعني الهارنج ده طعمه مختلف، حاجه ما اكلتش زيها قبل كده، لكن ده طعمه حلو بس في الاخر يعني سمك مقلي فيليه عادي. فلو انت بتحب السمك المقلي فيليه اديها كيبلينجز. نختم فولندام ونسيبها. واحد ايس كريم عشان الجو النهارده الشمس يعني هو مش حر قوي بس الشمس قويه. تعالوا نسيب فولندام ونروح على قريه جديده. اهلا بيكم في ثالث قريه معانا واخر قريه، وهي من اشهر القرى اللي جنب امستردام، اسمها زانسي سخان. زانسي سخان. يعني طبعا اكيد 100% النطق ده غلط، وهي قريه مشهوره جدا. اي حد بيروح امستردام على الاغلب ممكن يجي هنا بسهوله جدا بالمواصلات العامه. قريه زانسي سخان. زانسي سخانس، وهي قرية مشهورة بحاجات كتير قوي. هي تعتبر متحف مفتوح، يعني طول ما انت ماشي فيها بتشوف حاجات
ليها علاقه بهولندا عامه وبتاريخ هولندا وحاجات حلوه جدا تتفرج عليها، ولكن واحده من اهم الحاجات دي هي الطاحونه الهولنديه اللي هي تعتبر رمز لهولندا كلها، وزمان كانوا بيستخدموها علشان يطلعوا الميه من الاراضي، لان هولندا زي ما احنا قلنا كده ان الهولنديين بيقولوا احنا اللي عملناها، لان هم طلعوا الميه من الاراضي عشان زي ما تقول كده ايه بيستصلحوا اراضي، بس هي طبعا اراضي كلها متغرقه ميه طينيه، دي اللي كانوا بيستخدموها في الزراعه، ومع الوقت بقوا بيبنوا عليها، وكمان بعد كده بقت الطاحونه دي بيستخدموها يعني حركه الهواء بتاعتها يستخدموها في تشغيل الادوات اللي هم بيستخدموها سواء في الزراعه او في اي حاجه تانية قبل ما يكون في حاجه اسمها كهرباء. ودلوقتي بقت هي رمز لهولندا كلها، فيقول لك ايه فريق الطواحين الهولنديه، اي حاجه هولندا على طول مربوطه بالطاحونه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الناس الهولنديين ناس طيبين جدا وفريندلي جدا ولزاز، يعني احنا بنسال حد عايزين نصور الطواحين نمشي نروح فين، فقالت لنا خشوا من عندي، تعالوا عندي من البيت وصوروا، عشان هي ده كده دخلت بيتها، ده كده البيت بتاعها باصص على الميه وعلى الطواحين على طول، وده فيو البلكونه بتاعته، ده زي تراس كده في البيت صغير، ودي القعده بتاعته، ده الريسبشن، وده زي بلكونه كده داخليه. فلازم يبقوا فريندلي، لازم يبقوا لزاز، لان انت يعني قاعد اساسا عندك كرسي بيقعدك على الميه وعلى الهواء الجميل وعلى الفيو الحلو، يعني ده مش كرسي في حديقه عامه، ده احنا كده في البيت عندهم. عايشين هم صار لهم 34 سنه. 34 سنه؟ ما شاء الله. زانسس خان بقى هتلاقي فيها طواحين كتير جدا، وفيها مكان بيعملوا فيه الشبشب الخشبي اللي هو القبقاب الهولندي. عندهم مصنع شوكولاته وعندهم مصنع جبنه وترابيزات بلياردو وبنج. الله عليه. ولا عزموا علينا بكوبايه شاي يعني والله الناس استضافونا في بيتهم، حاجه لذيذه جدا، وبيتهم لذيذ جدا جدا جدا. البيت دورين، دور واحد ارضي وفي جزء فوق، وطبعا الحاجه هنا مهتميه بالورود والاشجار الناحيه دي وقدام الميه، والناحيه الثانيه في هولندا هنا بينطقوا حرف الخ، عشان كده احنا رحنا خيتهورن، وهم مثلا دلوقتي بيقول لك انت منين؟ اقول لهم من ايجيبت، يقول لك ايخيبت كده، اي حاجه فيها جي تبقى اخي عليك. كل بيت بيتفنن في نوع الورود والاشجار اللي هم بيعملوها. اللي فات كان ابيض، هنا لونه بامبي، اللي بعديه لونه ازرق، حاجه لذيذه. حاجه توديني لحاجات. الناس بتعمل ايه لما تيجي زانسس خان؟ الاتوبيس هيجيبك في المنطقه اللي احنا فيها، لو انت جايب العربيه هتيجي زينا كده وتركن العربيه، كلفت 15 يورو للركنه، وتيجي عند اليافطتين دول، ده مرسوم عليه الاماكن اللي انت ممكن تروحها، وبتتمشى في المنطقه دي، يا تروح عند الطواحين يا اما تروح المكان اللي بيعملوا فيه الجبنه، مكان الشوكولاته، او المكان اللي بيصنعوا فيه الاباقيب الخشب اللي هي التقليديه بتاعتهم. تصنيع الكلوجز الخشبيه، حاسس كده ان المكان فضي، شكلنا اتاخرنا. احنا هنا شايف الشمس جامده ازاي، ولكن الساعه 6:15، ف 6:15 اللي هو يعني اخر اليوم، فممكن يكون في اماكن قفلت. نتمنى ان هو ما يكونش قفل. دي كلها اشكال كتير جدا عاملين على شكل قلب، ولكن لما تقرب تلاقيها هي بقى ايه، الشباشب معموله من نوع خشب كده معين بيقدروا يصنعوه بالشكل ده، ودلوقتي طبعا كاتبين عليها المقاسات اللي احنا عارفينها. هنا عاملينها يعني زي ايه، قصريه زرع حاطين فيها ورود زي كل البلد، ورود 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 في كل مكان. بس فهي يعني دي الحاجات انت ممكن تعملها في زانسس خان، وهو يعتبر زي ايه، متحف مفتوح زي ما قلت لكم كده للحاجات المشهوره بيها هولندا بشكل عام، وهي لذيذه الصراحه. بس احنا اتاخرنا، احنا برضو حاولنا نعمل كل حاجه في يوم واحد، لان بكره هتحرك من امستردام اروح على مكان تاني خالص في اتجاه بلجيكا. فاستنوا فيديو برضو هيبقى فيه كده حاجات ليها علاقه بهولندا وبلجيكا وفرنسا، لان الطياره بتاعتنا هتطلع من فرنسا في اخر الرحله دي ان شاء الله. اعتقد كده ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو. رحنا 3 قرى مختلفه تماما عن بعض، شفنا حاجات مختلفه عن امستردام تقدر تروحها من امستردام بسهوله جدا، والصراحه يعني كانت رحله لذيذه. عايزين نشكر حسن بيه صفوت على المجهود الخرافي اللي هو عمله معانا. دانكي ييفي ما بيعملوش كده والله. لا انا صدقت. حسن طبعا بيعمل فيديوهات في فرنسا، خشوا على الفيديوز بتاعته اتفرجوا عليها. هو عايش في فرنسا وبيعمل برضه في فرنسا وبره فرنسا يعني، بس يعني متخصص في الكرواسون على ميزون بس. فلو انتم مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات، ونراكم في فيديوهات اخرى
سلام سلام. Je n'ai pas pensé. Je suis très content avec mon ami Hassan. Je suis comme si je ne sais pas. Elle est passée à côté de moi. Son zariga. صباح. طبعا يعني اليوم اللي احنا جينا فيه ده يوم غريب جدا. الدنيا بردت ومطرت. الناس ورانا هنا ايه ماسكين شمسيه، ولكن انا معيش شمسيه وعلقت بقى. بس الناس ماسكين شمسيه اهو. فانا جيت تحت الكوبري. انا دلوقتي واقف تحت الكوبري، بس على الاغلب هضطر امشي لان في مركب جاي ورايا وانا غرقت. يا حسن رحت فين؟ حسن دخل الحمام. ودي فايدة ان انت تاخد المركب ده، ان هم قاعدين المطرة مش جاية عليهم، ولكن انا المطرة جاية عليا. اجواء اوروبية، شايفها في اوروبا. المشكلة ان انا نسيت اخد الحبل، كان ممكن نربط المركب وننزل نقعد في اي مطعم، بس انا نسيت الحبل فاحنا علقنا بقى.